اخباركم ايه؟ انا ميمي. النهارده جايبه لكم معايا زرع جديد من مؤسسه النسيج الاخضر. اللي ما يعرفش النسيج الاخضر ده معمل من المعامل الكبيره اللي هو بيشتغل في انسجه النباتات. يعني بياخدوا انسجه من نباتات صغيره، حته كده عقله، لان طبعا العقله دي فيها الف من الافات الخلايا النباتيه، فبيطلعوا يحطوها في المعمل، والخلايا دي كل خليه بتطلع نبات جديد، وبعد كده هيطلعوا منها الافات النباتات. فهم بعتين لي حبه حاجات من الانتاج بتاعهم، فيلا بينا كده مع بعض. في الاول قربي كده. اول حاجه خالص بصوا، دي سلومي تقريبا عمرها بتاع سنه او سنتين. دي اول حاجه خالص. انا هوريكم النباتات الكبيره الاول، بعد كده اوريكم النباتات الصغيره. اها، اصلا الباكجينج بتاعهم حلو ازاي. يعني هم حاطين كل نبات في كيس عشان لو حصل ان هو اتقلب جنبه او حاجه التربه بتاعته ما تبهدلش الدنيا، وفي نفس الوقت حاطينها في كرتونه جامده، فمكتوب على الكرتونه بره ان هي دي نباتات حيه، فخلوا بالكم انتوا بتنقلوها، فاس بيرفكت يعني. دي تاني حاجه، نبات البيس ليلي. هو يوجوالي انتوا بتشوفوه اكبر من كده ومطلع ورده كبيره، بس ده بيس ليلي جامبو، انا جايباه صغير. انا بحب الحجم ده جدا، بربيه على ايدي زي ما بيقولوا. يعني ايه؟ يعني انا بجيبه وهو صغير، بغذيه زي ما انا عايزه، بكبر له البوت زي ما انا عايزه، فانا بتحكم اكتر من نبات كبير جاي لي من بره واضطر انا اولفه عندي على البيت. طول ما النبات صغير بيتاقلم اسهل مع ظروف التغيرات الموجوده في الجو. لكن الكبير بيبقى صعب شويه لانه اتعود قاعد بقاله مده كبيره قوي في مشتل او في حضانه، فهو متعود على جو معين، رطوبه معينه، الحاجات دي كلها بتاثر فيه طبعا. والنبات صغير قوي قوي برضه بيبقى صعب ان هو يتاقلم، لان هو بيبقى زي ما بيقولوا ضعيف جدا، ممكن مع النقل يموت. تالت حاجه، دي برضه من الانسجه، كنت هموت عليها اصلا. البامبينو، بصوا ورقها شكله ازاي، ومن ورا بيبقى لونه زي، استنى اشيل لكم كيس. ايه بلبل حبيبي، بص بيبقى لونه بيك كده من تحت، عاجبه الروج قوي فعمال يعضط فيا. بصوا بيبقى لونه من بينك كده من تحت، فاس بيرفكت. المفروض كنت شلتهم من الكيس، انا حبيت افتحها لكم زي ما هم كده في العلبه. اها، الزنادو، بصوا شكلها ازاي. الباص دي تقريبا مقاس 16 20 في الحدود دي. بصوا شكلها ازاي، وبصوا مجدره من تحت ازاي. ده معناته ان هي يعني ايه، تقعد كده عندي اسبوعين تتاقلم على الظروف اللي عندي يعني في البلكونه هنا، وبعد كده اهوت او في البيت، وبعد كده هبتدي ادورها واحطها في واحده اكبر. بصوا شكلها ازاي جميله. ولا بصوا البيس ليلي، تحسوا ان هي بتلمع، تحسوا ان هي بتلمع. الورق بتاعهم تحسوا بيلمع كده قطيفه، بس على من غير يعني ايه ما يرشوا فيه، بيرشوا كده زي زيت كده عليه، بيبقى ريحته صعبه، والنبات بعدها بيبقى حالته حيله. العينات بقى بتاعت الانسجه اللي هم باعتينها لي، اللي عمرها تقريبا سنه او سنتين. بلبل بصوا جاي يطمن ازاي على الحاجات. بلبل جاي يشوف الزرع بتاعي عاجبه ولا لا. هم بعتني بصوا دي كده اهوت ديفنباخيا، بعتين لي عقل صغيره. دي كده انسجه. استنوا كمان في بيس ليلي بعتنها لي وهي صغيره. بصوا الورقه بتلمع ازاي ونظيفه خضراء وجميله. ده البيس ليلي الجامبو، ده هيكبر بعد كده قدام يعني. بصوا دي تقريبا برضو عمرها سنه. ده كلاديوم برضو انسجه عمره سنه. هو الحاجات دي كلها عايزه تتسقى، فهم بعتلها لي وانا المفروض هسقيها النهارده ميعاد سقيها، بس قلت اصورها لكم الاول. ده كلاديوم. اها، بصوا انسجه كمان. انا بحب ان في الانسجه ان هي تبقى فرايتايل جدا، او ان هي تبقى بلبل مش بناكل الزرع ده. سترينجز اوف هارتس جميله جدا برضو.
شويه وهنقلها. بوت كله فيه نباتات. في ناس بيبعت لك كده اتنين تلاته سترينز ويسيبك، او ورقتين تلاته ويسيبك، فده لطيف. واخيرا وليس اخرا اللي كنت بدور عليها وهموت الاقيها، الفريدريك، فلادندرون فريدريك. بصوا ورقتها بتبقى فعلا زي القطيفه ازاي، جميله قوي. برضه بوت صغير جميل خالص. وده كده كل الاوردر. بعتولي حاجات كتيره الحمد لله يعني انا كنت طالبه منهم 3 4 حاجات، وبعتولي هم انسجه عينات كتيره جدا. حبوا يفرجوني على الانتاج بتاعهم بتاع الانسجه، لان ده يعتبر جزء كبير من شركتهم. بجانب يعني ان هم بيزرعوا في المشتل، او ان هم بيبقى عندهم مشاتل لانبات الزرع ده. بس هم بيبتدوا من نقطه الصفر، ان هو يطلع من نبات اكبر، يطلع منه عينات ويطلع منها حاجه طبق الاصل الام اللي مستورده من بره. فدي يعني تعتبر بريك ثرو في مصر، او يعني طفره كبيره، لان انت بره تجيب نبات من هولندا او من منشأه برازيل او الحاجات دي كلها بيبقى صعب جدا. بس عشان تجيب، وبيبقى طبعا غالي جدا، انت بتجيبه بالدولار، ما تنتجه هنا في مصر هتبيعه طبعا بربع سعره او اقل. فده هيبقى ممتاز جدا بالنسبه لنا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وبشكر جدا خدمه العملاء بتاعتهم، لانهم خدمه العملاء بتاعتهم كان بالها طويل قوي. ودكتور عبير طبعا اللي صاحبه المؤسسه بتاعت النسيج الاخضر. وشكرا لكم خالص، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. باي باي.